اهلا بيكم في مطبخ فيكي. النهارده هنعمل وصفه سهله وبسيطه وكمان سريعه. هنعمل اجنحه الدجاج المقرمشه بصوص لذيذ كده. تابعوا الوصفه للاخر علشان تعرفوا عملناها ازاي. ويا ريت قبل ما نبتدي في الوصفه، لو اول مره تشوف قناه فيكي يا ريت تدعمني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير للفيديو. محتاجين ايه بقى علشان نعمل الوصفه بتاعتنا؟ محتاجين اجنحه دجاج زي اللي احنا شايفينها قدامنا، الكميه اللي انتوا تحبوها. غسلناها ونضفناها كويس وحطيناها في المحلول الملحي بتاعنا اللي انتوا عارفينه، وبعد كده شطفناها وصفيناها من الميه كويس ونشفناها من اي ميه. وبعد كده هنبتدي بقى نعمل الخلطه بتاعتنا اللي هنحط فيها اجنحه الدجاج دي عشان تديها طعم جميل. محتاجين ايه؟ محتاجين ميه بصل، ميه طماطم، عملناها ضربنا كام طماطميه في الخلاط وصفيناها من القشر والبذر واي حاجه فحصلنا على ميه الطماطم. ومحتاجين عصرتين ليمونتين كبار مع معلقتين خل كبار. ومحتاجين توابلنا الجميله اللي هتوديلنا الطعم والنكهه في حته تانيه، اللي هي ايه؟ عباره عن ايه؟ قرفه، بابريكا، ملح، فلفل اسمر، بهارات السبعه، ملح، توم بالحبهان، روزماري وجنزبيل وقرفه. هي دي توابلنا اللي احنا محتاجينها، وكاري كمان، متهيألي نسيت اقول الكاري، على العموم في الوصفه كاري. يلا بينا بقى نقول هنعمل التتبيله دي ازاي. يلا بينا. البصل بتاعتنا وهندوب فيها توابلنا اللي هي ايه؟ روزماري، جنزبيل، قرفه، بابريكا، كاري، توم بالحبهان، ملح، بهارات سبعه، فلفل، ومعلقه سكر. معلقه سكر صغيره للنكهه، وكمان علشان تطريلي انسجه الدجاج بتاعتي. وهنعمل كده التتبيله بتاعتنا كده، ندوب البهارات بتاعتنا، وهننزل كمان بالعصرتين الليمونه، معلقتين الخل، وهننزل الميه بتاعت الطماطم بتاعتنا. وبعد الكلام الحلو ده بقى كله هننزل نزود بقى معلقتين زيت زيتون. ننزل بقى في التتبيله بتاعتنا الجميله ديت، اجنحه الدجاج بتاعتنا. احنا عايزين كده ايه؟ ننقعها مش اقل من ساعتين. سيبها بقى حوالي ساعتين. هنغطي الكلام الحلو ده وهنشيله في التلاجة لقيمة ساعتين، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. اهلا بيكم في مطبخ فيكي. دلوقتي هنعمل الكفر بتاع الوينجز بتاعتنا او الاجنحه. عندنا 7 بهارات، ملح، كاري، رشه كده من كل حاجه علشان نتبل البقسماط بتاعنا. دلوقتي هنشيل الاجنحه بتاعتنا ونسقسقها في الصوص بتاعها. الصوص ده كده لان هو ده اللي هيساعدني على ان البقسماط بتاعي يمسك. وهبتدي ان انا احط عليها كده البقسماط واضغط عليها حلو قوي علشان تتشرب بقسماط من جميع الاتجاهات بتاعتها. وعندي بقى الصينيه بتاعتي مدهونه بالزيت، وهبتدي ان انا انزل فيها الجناح بتاعي بعد ما انفضه من البقسماط الزياده كويس قوي. اقوم رصه الجناح بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اعمل واحد كمان قدامكم اسقسقه بالخلطه بتاعتي اللي انا عاملاها، عشان هي دي اللي هتساعدني ان البقسماط بتاعي يمسك حلو في الوينجز بتاعتي. تساعدني انها تمسك حلو في الوينجز. وهبتدي ان انا احط كده رش عليها البقسماط وايه املاها كده بالبقسماط، واقلب الوينجز بتاعتي برضو واضغط كده عليها. وبعد كده انفضها حلو قوي علشان ما يبقاش فيها بقسماط زياده. انفضها حلو قوي واقوم نازله بيها ارصها في الصينيه بتاعتي المدهونه ايه؟ المدهونه زيت. احنا هنحمرها بطريقه صحيه جدا، واخدين بالكم، وطريقه قليها مش هيبقى فيه زيت كتير. ندخلها كده وهتشوفوها هتبقى وينجز مقرمشه وزيها زي اللي بتبقى في المطاعم، بجانب بقى الصوص الجميل اللي احنا هنعمله. مش قادره اقول لكم يعني الدنيا هتبقى حلوه حلوه حلوه.
نداري كده، نغطي كده عليها بالبقسماط بتاعنا، وبعد ما نملاها كلها من جميع الاتجاهات بقسماط ننفضها حلوة قوي من البقسماط الزيادة، ونرصها جنب اختها وننزل فيها كده في الصينية. انا بقى هخلص الكمية وهرجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه. الوينجز بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين، تبلناها او بدرناها بالبقسماط بتاعنا، ودلوقتي جبنا معلقتين زيت نباتي او زيت زيتون، اي زيت متوفر عندكم، وهنبتدي نرشرش. يا سلام لو عندنا بخاخة الزيت اللي هي بيجيبوا منها دلوقتي، بصوا معلقتين بس، احنا عملناها بزيت قليل قوي، مش هنعملها باكتر من كده. بصوا هم معلقتين بالظبط، وكمان المعلقتين زياده على الاجنحه بتاعتنا. هدخلها الفرن على درجه حراره 200، الفرن متسخن قبلها بتلت ساعه. لو عندكم فوق وتحت هتشغلوا الاتنين، لو عندكم تحت بس هنشغل على تحت، وبعد كده هنقلب او نطلع على الشوايه ندي وش للوش بتاع لوش الوينجز او الاجنحه بتاعتنا. يلا بينا على البوتاجاز بتاعتنا حبايبي. بعد ما استوت وطلعت بالشكل ده، بصوا هي قد ايه كريسبي ومقرمشه. بصوا سامعين صوت القرمشه، واتقلت بطريقه صحيه لحد كده. دي تعتبر كده وصفه لوحدها، ممكن ناكلها بالطريقه دي جنب رز ابيض او جنب مكرونه او بعيش وسلطه، دي كده وجبه لوحدها. احنا بقى عايزين نعمل لها صوص حلو كده نغمسها وناكلها بيه. محتاجين ايه؟ محتاجين صويا صوص، كاتشب، دبس رمان، سويت شيلي، عصرتين ليمونه، فص ثوم، معلقه سكر، رشه ملح، ونخلي بالنا من الملح عشان الصويا صوص، وفلفل اسمر. هو ده اللي احنا محتاجينه. يلا بينا على البوتاجاز اقول لكم هنعمل الصوص بتاعنا الخطير ازاي. معلقه زيت زيتون حبايبي كده، طاسه على النار ومعلقه زيت زيتون، حطينا فيها فص الثوم، الثوم بتاعي يا دوبك كده اصفر، هننزل بعصرة الليمون، وعلى طول هنحط الصويا صوص بتاعتنا والسويت شيلي. نزلنا ايه هنا؟ فص ثوم، حطينا عليه عصرة ليمونة كبيرة او ليمونتين، حطينا السويت شيلي والصويا صوص، هنقلب. وهننزل كمان بدبس الرمان. دبس الرمان ده احنا اللي عاملينه في البيت، والكاتشب احنا اللي عاملينه في البيت. بيغلي كده هنزل فيه بالاجنحه بتاعتي. بصوا شكله جوه الطاسه تالي بيتحدث عن نفسه. هطفي بقى عليه كده وهقدمه في مطبخ فيكي. الوينجز بتاعتنا عملناها بصوص دبس الرمان والصويا صوص والكاتشب، صوص في منتهى الجمال. جربوه صدقوني مش هتندموا، الطعم حكايه والريحه حكايه. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. اللي يحب يقدمها من غير الصوص ممكن ياكلها كده، تبقى دي وجبه لوحدها. احنا كده قدمناها بطريقتين، الطريقه المحمره تحمير صحي في الفرن بزيت قليل، والطريقه ديت بالصوص زي ما بتتقدم في المطاعم. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، تهيالي مفيش احلى ولا اجمل من كده. الحاجات ديت ولادنا بيروحوا المطعم بياكلوها بمبلغ وقدره، احنا هنا في البيت احنا عاملينها بايدينا بنظافه بطعم منتهى الجمال، وكمان مقدمينها بحب، وقدمنا معاها شويه من الصوص الخطير ده نغمس فيه. ممكن نقدمها قدام رز جنب رز او مكرونه بيضه ونحط عليهم الصوص ده في منتهى الجمال. ممكن ناكلها كده بالعيش مع الصوص الخطير ده برضو في منتهى الجمال. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، احب اعرف رايكم، يا ريت ما تبخلوش عليا برايكم. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس واعملوا شير للفيديو، وتابعوني على البيج بتاعتي مطبخ فيكي، وانضموا لجروبي على الفيسبوك فيكيز كيتشن، تابعوني على الانستجرام والتيك توك فيكيز كيتشن. ميرسي ليكم.